اهلا بيكم في الحلقه الثالثه من برنامج كواليس خفيه سيزون 2. نبدأ نتكلم على شخص مهم جدا، والشخص ده لو مش موجود مش هيبقى فيه عمل اساسا. الشخص ده هو السكرين رايتر او السكريبت رايتر، او في مصر بنقول السيناريست. السكرين رايتر لان هو بيكتب على سكرين سواء تلفزيون او سينما، او سكريبت رايتر لما بيبقى شغال فبيكتب مسرحيه. وفي مصر احنا زي ما احنا قلنا بنقول السيناريست اللي هو بيكتب السيناريو نفسه. طبعا السيناريست لما بيجي يكتب بيكتب حاجه اسمها معالجه، وبيعمل حاجه اسمها قصه، وبيعمل حاجه اسمها سيناريو، وبيعمل حاجه اسمها حوار. طبعا هو قبل ما يكتب اي حاجه في الدنيا لازم يجيله فكره. طبعا لما يجي يفكر في الفكره لازم في كذا حاجه يبقى حاططها في باله وهو بيفكر. لازم يبقى بيفكر ان العمل ده هينفع يبقى يعني يتم انتاجه ولا لا، المصاريف اللي هتحصل دي قابل ان هو تتعمل فيه ولا هيبقى صعب ان هو يتعمل. بعد كده تاني حاجة لازم يفكر في ان هو تبقى حاجة بتربط بالشعب او بالناس اللي هو بيناقشهم او بيتكلم عنهم، او البلد اللي هو بيتكلم عليها، او الجمهور اللي هو بيخاطبه. تالت حاجة لازم يبقى برضو حاطط في اعتباره ان هو يبقى بيناقش قضية اجتماعية، دينية، فكاهية، حب، حاجة بيبقى بيناقش فيها رسالة عايز يوصلها للجمهور بتاعه. ولازم الرسالة دي طبعا تبقى حاجة سامية وحاجة كويسة. رابع حاجة لازم يبقى حاطط في حسبانه ان هو يبقى حاطط شخصيات من المجتمع مؤثرة، شخصيات ممكن نقول شعبية، او يعني ليها شعبية في المجتمع اللي هو بيتكلم عليه. وخامس حاجة لازم يبقى حاطط في اعتباره ان ده بعد كده ازاي يقدر يحوله بقى لسيناريو ويبتدي يتكلم عليه، وازاي ان هو المخرج هيقدر يشتغل عليه بطريقة مناسبة، وان هو تبقى حاجة جديدة على المجتمع وحاجة المجتمع محتاج ان هو ياخدها. في افكار كتير بتبقى مناسبة قوي للمجتمع، زي مثلا حب بين ولد وبنت من طبقات مختلفة، او حب بين ولد وبنت كانوا بيكرهوا بعض في الاخر حبوا بعض، او سوء تفاهم في الاخر انتهى بان هو الناس حبت بعض وفهمت بعض، او غلط بتاع اهل عملوه وتكرر كذا مرة مع الابناء. في افكار بتبقى يعني منتشرة وبتبقى مفيدة جدا وقريبة قوي للمجتمع وللمشاهد. بعد الفكرة بنبتدي ندخل في الساينوبسس او القصة المختصرة، ودي لازم تتعمل بعناية عشان خاطر المنتج يا هيختارها يا هيرفضها. وعلى رأي المخرج الشهير ديفيد وورك قالك بكيهم او ضحكهم زي ما تحب، لكن دايما خليهم منتظرين. طبعا بعد ما الفكرة يتوافق عليها بيبتدي السيناريست يبتدي يكتب السيناريو والحوار. السيناريو اللي هو ترتيب الاحداث، بتبتدي ان هو يكتب مشهد واحد، مشهد اتنين، وهكذا لحد ما يوصل لعدد المشاهد المطلوبة للعمل. هنشوف بقى العمل ده المفروض هيبقى ساعة ونص، هيبقى ساعتين، هيبقى مسلسل عبارة عن 30 حلقة، هنشوف بقى هيبقى قد ايه بالظبط. ومن هنا يبتدي يكتب بطريقة معينة. في طريقتين في العالم كله بنستخدمهم في الاوديو فيديو، او الفرنش او الايطاليان، وفي الامريكان ستايل. ايا كان هو هيكتب بانهي صياغه من الاتنين بيبتدي يكتب بالطريقه دي، لان بيبقى في ستراكتشر او طريقه معينه لازم يكتب بيها عشان خاطر اللي هيشتغل على السيناريو بعد كده من مخرج، من مدير تصوير، من مهندس ديكور، من ممثلين، كل الناس دي تعرف تشتغل على السيناريو بطريقه سهله ومبسطه، ويبقى مفيش صعوبه في الشغل. طبعا بعد ما او في خلال ما احنا شغالين في السيناريو بيبتدي يتحط الحوار. الحوار ده اللي هو الحديث اللي بيدور ما بين الشخصيات اللي هتمثل في العمل بتاعنا. يعني على سبيل المثال احمد وساره مثلا بيدور بينهم حوار، احمد بيقول لها انت اتاخرت ليه، هي ترد عليه تقول له انت مالك، وهكذا وهكذا وهكذا. فيبتدي يبقى كده عندك الموضوع متكامل كله، السكريبت جاهز من حاجات مرئيه انت هتشوفها كمشاهد، وحاجات سمعيه هتسمعها في الحوار اللي ما بين الممثلين. وبكده حلقة النهاردة تبقى خلصت، والمرة اللي جاية ان شاء الله هنعرف شخص مهم جدا هنتكلم عنه، وهو اللي هيقدر يحقق لنا السيناريو ده ان احنا نقدر نتفرج عليه ونسمعه. كنت معاكم فؤاد الشربيني، برنامج كواليس خفية سيزون 2.